السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا كامل لاباس. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. رجعت لكم اليوم بوصفة حلوة اقتصادية تذوب ذوبان في الفم ولا أروع، يعني تقطع كمية كبيرة. هي اللي راح تسلكك في هذا عيد الأضحى، يعني البنات بزاف بنينة. وباش تنجحوا فيها تبعوا الفيديو للآخر. قبل ما نبداو في المقادير وطريقة التحضير، نرحب بالمشتركات الجدد. مرحبا بكم حبيباتي. ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم، يعني تعطوني رايكم في هذه الحلوى. خلينا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه واش راح نحتاجو هنايا في ريسيبيون 250 غرام تاع زبده. نضيفوا لهم يعني رشه تاع ملح، يعني رشه تكون خفيفه كما راكم تشوفوا. نضيفوا لهم حوالي خمس مغارف تاع زيت، يعني ما يعادل 4 كاس زيت. نضيفوا لهم هنايا عسل، يعني عسل عادي منزلي ماشي عسل حر. نضيف هنايا 5 ملاعق كما راكم تشوفوا. ونخلط بالباتور تاعي، كما تقدروا تستعملوا يديكم ولا تستعملوا الفوي. نخلط كامل هذيك المكونات حتى نتحصل على خليط كريمي. كل الخليط تاعنا هكا كريمي حتى تدخل هذيك الزيت كامل في الزبده. هنايا بعد ما خلطت الخليط تاعنا راح نضيف حوالي 5 ملاعق تاع شاميه ولا حلوة الترك. بعد ما فتتها مليح نفتوها مليح ونضيفوها هكا ونبداو نعاودو نخلطو بالباتور تاعنا كما راكم تشوفوا حتى تتخلط لنا كامل. هنايا بعد ما خلطت الشامية تاعنا راح نضيف يعني حوالي 5 مغارف تاع كاوكاو. هنا بعد ما حمصت الكاوكاو تاعي رحيته، يعني صفيته نحيت هذاك الرقيق، استعملته هنايا في الكريمة. والخشين تاعي راح نخليه المرحلة الأخيرة، راح نرمد فيه الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا هنايا. يعني نخلطهم مليح حتى يندمج كامل هذوك المكونات مع بعضهم. انا خلاص هنايا كملت الخدمه بالباتر. هنايا راح نبدا نضيف الفارينه تاعي. ضفت نصف ملعقه تاع خميره الحلوى، يعني ما يعادل 5 غرام. ونبدا نخلط بالاصابع كما راكم تشوفوا هكا. يعني العجينه تاعنا السر باش تنجح لنا العجينه الحلوى دائما ما نعجنوهاش، يعني هكا نخلطوها فقط ونبداو نضيفوا الفارينه. بالنسبة للمبتدئات ننصحهم ما يضيفوش الحلوى، ما يضيفوش الفارينة دفعة واحدة، يعني يضيفوها بالتدريج هكا باش ما تغلبهمش الفارينة هكا كما راكم تشوفوا. يعني راني مانيش نعجن فيها، يعني راني نلايم فيها فقط ونشوف اذا الخليط تاعي يحتاج الفارينة ولا لا. دائما نشوف العجينة تاعي باليد الثانية، يعني هكا نشوفها. شوفوا تحصلت على عجينة يعني طرية، يعني دوكا هكا نخليها على جنب ونبدا نحل في العجينة تاعي. نجيبوا كيس بلاستيكي هكا ونحلو العجينه تاعنا. اللي ما حبتش تحل فوق كيس بلاستيكي، يعني تقدر ترش الفارينه فوق الطابله تاعها ولا فوق البوطاجي تاعها. من الاحسن نديروا كيس بلاستيكي لانه يعطينا هذاك الملمس الرطب في الحلوى تاعنا، ما راحش تجي يعني مشقه. ولا نحلها بالسمك يعني حوالي 2 مليمتر. شوفوا البنات، نجيب الطابع تاعي لهنا ونبدا نطبع. انايا خيرت لهنا الطبع على شكل مثلث، وما الشكل اللي حبيتو تقدروا ديروه. البنات يعني ما نرقوش العجينه تاعنا بزاف وما نخشنوهاش بزاف. ما ننساوش انه فيها الخميره راح تزيد تطلع لنا شويه كما راكم تشوفوا هكا. ما تنسوش البنات تخلوا لي رايكم في التعليق، هكا راح يحفزني. وخلوا لي جام هكا وبارطاجوه مع الاحباب والاصحاب. شوفوا البنات السمك تاع الحلوى تاعنا. هاي لك الكميه تاعي، يعني راح نكملها كامل ونحطها في السنيوات ونحطها في درجه حراره، يعني طيب على درجه حراره 160 حوالي 10 دقائق من تحت ونشعلها من الفوق. لهنا واش راح نحتاجو، يعني في الحشو تاعنا راح نحتاجو كميه تاع معجون المشماش او كونفيتور. نضيفوا له حوالي 3 مغارف تاع حلوة الترك، يعني كانت بقات لي من الحلوة هذيك اللي شريتها. نخلطها هكا بالمغرف.
شوفوا البنات انايا هنايا ما حبيتش تذوب لي حلوة الترك، جبت برا ميكسور هكا وميكسيتها هكا باش تتخلط لي مليح كيما راكم تشوفوا. جاتني هنايا شويه ثقيله، راح نضيف لها شويه تاع كونفيتور ولا تاع معجون ونخلطها جيدا. يا البنات هذه يعني هذا الحشو يعني ولا هاد الكريمه اللي رانا رايحين نستعملوها في الحلوى تاعنا بزاف رائعه. شوفوا البنات الحبه تاع الصبلي تاعنا ولا تاع الحلوى تاعنا يعني بزاف ما تكسرت لنا، يعني ما تخسرت لنا، ما صرالها ما تقلصت، بقات بنفس الشكل. شوفوا ندهنها هنايا كامل من الداخل، راح تعطينا واحد البنه هذيك الشاميه ولا اروع. وهنايا نرمدها كامل نغطيها من الفوق، يعني نزيد نضيف معاكم يعني ندير معاكم حبه ثانيه كيما راكم تشوفوا هكا بالبانسو. نحاول يعني نغطي كامل البنات. هاد الحشوه يعني بزاف بنينه بزاف، ما تتخيلوش البنه تاعها، المعجون مع الشاميه شحال راح يكونوا بزاف بنان. البنات نكمل يعني وش هاد كامل هاد الحبات. هذه قطعت لي كمية كبيرة، قطعت لي حوالي 35 حبة، هادو اللي راكم تشوفوا فيهم، ومازالوا كاينين في السنيوة يعني خليتهم يبردوا فقط من أجل التصوير. هكا نرمد كامل هادو الحبات اللي راكم تشوفوا فيهم. نكمل البنات هادو الحبات تاع الحلوى تاعنا ونرجع لكم نشوفوهم في صحن التقديم. هايديك البنات بعد ما كملت رمت كامل هذيك الحلوى تاعنا جات ولا اروع يا البنات، تتفتت في الفم يعني تذوب ذوبان. التزيين فوقها التزيين تاعكم اختياري، انا كان بقى لي شويه كاوكاو وخلطته حوالي مع 3 مغارف تاع كونفيتور يعني، وحطيته كيما راكم تشوفوا من الفوق هكا. يعني تقدروا نتوما تزينوا ديروا حبه كاوكاو ولا حبه لوز ولا حبه لوز يعني اختياري. شوفوا يا البنات يتفتت ما تيماجينيوش شحال راهو يذوب ذوبان والبنه تاعو ولا اروع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو هكا، وما تبخلوش عليا بجام، والتعليقات تاعكم تخلوا لي رايكم، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.